السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. اهلا بيكم في قناة اكلة وفكرة مع سمية. انتوا شفتوا السمك البوري الصغير اللي انا شفته ولقيته في السوق وجبته ده في فيديو المشتروات؟ لقيته صابح، وزي ما انتوا شايفين قشرته ماسكة فيه كده، وسمكة صابحة وممتازة بصراحة، وعينها بتلمع وخياشمها حلوة. انا باخده بغسله تحت الحنفية بالمية السخنة، يعني بشغل السخان واغسله من الخياشيم كويس جدا، اشطفها بمية سخنة من الحنفية، مية جارية على طول. وصفيه في المصفى لغاية ما يبقاش فيه مية خالص، يعني وقفه على راسه كده لغاية ما يتصفى خالص من المية، يبقى ناشف. وهجيب بقى الملح بتاعي، ملح خشن. هاخد كمية كده، مش بمقدار، يعني الكمية اللي انت شايفاها للسمك، وممكن لو عوزتي تكملي، يعني مش مشكلة. هاخد انا شوية كده، يجي كوباية كده اهو، يعني بالويم كده. وهحط عليها بقى الخلطة الجبارة بتاعة الفسيخ. انا قلت نفسي في الفسيخ، وبصراحة انا كنت ناوية يعني اوسع على سمك بوري كبير كده. اخلي انا بجيب السمك البوري اللي هي الواحدة نص كيلو، التلات سمكات كيلو كده، اخلله بيبقى تحفة. ما بشتريش انا فسيخ من بره خالص. فما لقيت ده بقى كده حلو وصابح، بصراحة حلي في عينيا، انا كنت ناوية اقليه او اعمله صينية، فحلي في عينيا بقى، قلت املحه. انا حطيت على الملح شوية شطة صغيرين، وشوية كاري، وشوية كركم، وشوية كمون. وهقلب بقى الخلطة بتاعتي دي كلها مع بعضها. اه، احط شوية كاري كاب شوية كاري وشوية كركم وشوية كمون وشوية شطة، وهقلبه. السمك الفسيخ الصغنن ده بيتباع برضو في المحلات عند بتاع الجماعة بتوع الفسيخ والرنجة والجماعة دول. الفسخاني ده بيبقى حلو جدا. فانا بصراحة يعني انا مش بحب اشتري حاجة من بره، وبالذات الحاجات اللي بيبقى فيها قلق دي. انا بحب اعملها على ايديا كده. بيتي طبعا الحمد لله مفيش دبانة ولا في حاجة، فانا بغسله وبصفيه كويس لغاية ما يبقى ايه بقى ناشف خالص كده بقى، وابدأ املحه، فببقى متأكدة من نظافته. هجيب برضو ان شاء الله سمك كبير، اوسع على سمك كبير ونبقى نعمله مع بعض. انما بقى انا قلت بالمرة انا بعمل كده، انا هملحه. انا لقيت فيه سردينتين، وحدتين سمك سردين، الست حطاهم تقريبا يعني غلط، او جم مع تكملة ميزان او حاجة مش عارفة. انا جايبة علبة وحاطة فيها 3 اكياس، كيس كبير قوي وكيسين من بتوع التلاجة الكبار اللي هو ال2 كيلو. هرش رشة ملح بالخلطة بتاعته كده، وهمسك بقى الخياشيم واتفسها جامد ملح، اتفسها جدا من الناحيتين، افتح هنا وافتح هنا واتفس اهو زي ما انتوا شايفين كده. اتفس كده اهو بايديا جامد الدفسم. ادهن السمكية بقى من بره، اتفس جامد الخياشيم وادهن السمكية كده من بره اهو. وهبدأ ارصها جوه الاكياس. انا حاطه كيسين كبار جوه بعض وكيس ملبسالي العلبة. همسك كل سمكية واتفس الخياشيم بتاعتها بالملح، اكبسها كده، اكبس كل الخياشيم كده بالملح، افتح واكبس الملح. طبعا الراس دي احنا بنرميها علشان كلها بتبقى املاح. وادهن السمكية من بره وارص عكس بعض، يعني واحدة ناحية الديل، واحدة احط ناحية الديل الراس كده، عكس بعض اهو. انا هتفس كل الملح، اكبسه جامد في الخياشيم بتاعت السمكية. هي نفس الفكرة اللي بملح بيها الفسيخ الكبير. وهرص في الكيس، افضل اخد كده وارص عكس بعض. بسم الله ما شاء الله، سمكة حلوة جدا، ده اللي خلاني يشجعني يعني ان انا اعملها. سمكية متماسكة وصابحة وقشرتها ماسكة فيها وحلوة قوي ما شاء الله. ان شاء الله تطلع حلوة برضو بعد التمليح. شوفي بملاها كلها كده، اكبسها جامد وادهن بقى السمكية من بره وارصهم عكس بعض. عكس عكاس، عارفين خلف الله خلف خلاف المحامي؟ هي عكس عكاس اهو. اكبس الخياشيم، بفتح الخياشيم بايدي واكبس فيها الملح، ملح وشطة
وكمون وكركم وكاري، كله كده متقلب مع بعضه. في ناس بتجيب الفسيخ ومن غير غسيل من غير حاجة وتملحه. انا بصراحة يعني ما حبيتش الطريقة دي. انا بحب اغسله عشان ابقى ايه، انزل اي دم ماسك في الخياشيم او اي حاجة، تراب طين من بتاعة المية كده، الكلام ده انا مش بحبه. فبحب اغسلها الخياشيم كده، افتحها زي ما انا فاتحاها كده اهو تحت الحنفية، مية سخنة نازلة، تنضفه كويس وبعدين اصفيه. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. وبصراحة بقى انا عايزة اللايك الحلو والتعليقات الجميلة اللي بتشجعني اكمل. بلاش لو سمحتوا اي كلمات من الكلمات المحظورة. اهو، اهم حاجة اللايك. قبل ما تفتحوا الفيديو كده حطوا اللايك قبل ما تشوفوا اي حاجة، هو ان شاء الله هيعجبكم. اهو، رصوا عكس بعض، واحدة ناحية الديل وناحية الديل احط الراس بتاع السمكة التانية. هكمل كل الكمية السمك دي بقى اهو كلها. شفتوا رصيتها في الاكياس اهي اهو، ورشيتها عليها كده اهوت. هحط بقى عليها رشة زيت كده اهو، رشة زيت كده اهو على الوش. وهبدأ اربط بقى كيس كيس. ادي اول كيس امسكه، اضغط عليه كده اخرج اي هوا، واروح ايه لفه الكيس وربطاه. اهم حاجه لما تسيبوه ينشف ما يبقاش فيه اي دبانه ولا اي حشرات، يعني مكان نضيف. لو انت قلقانه في دبانه او حاجه، غطي المصفى بقماشه شاش او حاجه، علشان او منخل سلك او كده علشان ما يدخلوش اي حاجه. الكيس الكبير ده بقى هروح لفاه بقى كده واروح ربطاه. عايزه تحطي كيسين تلاتة، انا اوقات ما بحطش في علبه، لما اكون جايبه الكبير طبعا مش هلاقي علبه على قده، فبحط في كذا كيس، تلات اربع خمس اكياس، وبحطهم في صينيه او طبق واحطه في قلب فرن البوتاجاز. انا بقى اغطي العلبه دي كويس بالغطا الكليبس بتاعها وضغط كده اهو كبس كده. كل يوم بقى اقلبه على جنب، على كده، على الجنب اليمين، على الجنب الشمال، على الوش، كل ناحية على جنب زي ما انتم شايفين كده، مرة على الجنب ده، مرة على الجنب ده، مرة على الجنب ده. هحطها في الفرن. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.